السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. متنسونيش يا بنات بالدعم في القناة واللايك والاشتراك الجميل منكم. النهاردة معانا كده فلوج، يا رب يعجبكم. في ناس من اسكندرية ومن بني سويف جايين هنا عندنا، بيعرضوا حاجتهم. انا الصراحة انا بحب استناهم من سنة للسنة، او بستناهم كل موسم، يعني مثلا موسم الصيف وموسم الشتاء. هما بيجوا عندنا مرتين في السنة. علشان انا الصراحة بحب اوي الستايلات اللي بتنزل في اسكندرية وفي مصر، علشان هما يعني يعني زي ايه بالظبط، بياخدوا اول قطفة كده. طبعا انا حضرت الفطار، وكانت اختي منوراني عندي في البيت، كانت بايته عندي. حضرت الفطار وهنفطر سوا، وبعدين انا بطمن على الشقه ان هي كلها نظيفه. مفيش بس الا شويه غسيل عندي عايزين يطبقوا، شكرا على كده. النهارده يا بنات، قبل ما ندخل بقى في الفلوج وكده ونتلخم في الفلوج، النهارده جايبه لكم معلومه جميله جدا عن الطفل عنده 5 شهور برضو. لحد انا همشي معاكم واحده واحده لحد ما ابني ان شاء الله يتم كده السنه. طبعا الطفل لما يكون عنده 5 شهور، اول حاجه بيستكشفها في جسمه هي ايده. فلما تلاقي اي طفل حاطط ايده في بقه، محدش يزعل انه ممكن يتعود على العاده دي، لا خالص، دي عاده جميله جدا. بس لحد وقت معين، يعني مثلا لحد 6 شهور 7 شهور، وغير كده لا غلط. المفروض بقى تعودين ما ينفعش يحط ايده في بقه. اما دلوقتي محدش يستغرب ومحدش يزعل ان هو دايما بيحط ايده في بقه. دي اول حاجه بيستكشفها عن جسمه. تمام تمام. هو بقى برضو دلوقتي بيمسك كل حاجة بإيده، بس لمدة من 10 دقايق ل5 دقايق، أو من 5 دقايق ل7 دقايق، على حسب قدرة الطفل بيقدر يمسك قد ايه. يعني هم في الرينج ده من 5 دقايق ل10 دقايق. تمام تمام. دي برضو تاني معلومة. تالت معلومة ان هو دلوقتي تبارك الله اي حاجة على بقه. خلاص بقى بدأ مراحل استكشاف. ليه؟ لان اول حاجة استكشفها ايده. تاني بقى مرحلة بيخش فيها ان مثلا اديله اي حاجة، او هو يلقط بايده اي حاجة، عايز على طول على بقه بيستكشفها. دي او بقه ده او فمه، اول حاجة في الدنيا دي كلها هو بيتعرف عليها. يعني مثلا اديت له الريموت بتاع التلفزيون، انا ماسكه قلم، طبعا لازم اكون واخده بالي جدا. انا هنا كنت بكوي قميص ابو مالك. انا الصراحه يعني مثلا قلت 90% بعرف اكوي. طبعا لازم قبل ما انزل اطمن على البيت انه نظيف ومترتب، علشان انا مش عارفه ممكن اجي مثلا معايا ناس، ممكن استقبل ناس في نفس اليوم ده، اكون كل حاجه انا مطمنه عليها في اليوم ده. وبجهز كل حاجه على اساس اجي انا وابني وزوجي على طول، مثلا يدوب نغير، واذا كان مالك عايز يرضى او كده، وخلاص على كده ندخل ننام. اكون نازله من الشقه، كون الشقه كلها نظيفه. وهنا كده كنت بكوي البنطلون. متنسوش يا بنات الحوقله. يعني ايه الحوقله؟ عشان في حد دخل سألني، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا يعني انا سايباكم كده وقاعده بتكلم. بس انا الصراحه النهارده انا رحت الفلوج ده. تمام. هو يعني مش عارفه، الاسعار شويه غاليه عن اللي في بلدنا. دي اول حاجه. تاني حاجه، يعني ما فيهاش حاجه جديده زي ما كنت نازله متوقعه، يعني كله نفس اللي عندنا، يعني يمكن عندنا احسن كمان وارخص. دي تاني حاجه. تالت حاجه، انا الصراحه اللي عجبني قوي يعني الشباشب هناك. تمام. اما اللبس الصراحه ما عجبنيش، تحس ان هو كله سوقي، يعني ما فيهوش حاجه براندات مثلا. دي اول حاجه. تاني حاجه، حتى لو لبس عادي مش قيم. طبعا اهو انا كنت بفرجكم على حاجات. دي كاسات تبدأ من 100 وطالع. هي الصراحة الكاسات جميلة، بس كان اوحش حاجة زي ما انا قلت لكم اللبس. حقيقي كان اللبس مش لطيف خالص.
طقم الكاسات ده كان تحفة. وهنا الشنط، الدور التاني بقى شنط واللبس والفازات والانتيكات. ودول كانت 3 ب100، واحنا عندنا الواحدة ب30، لانهم كاسبين فيها 10 جنيه، فانا محبتش اشتريهم. الحاجات دي غالية قوي، ب290 و390. واللبس شايفين اللبس ما عجبنيش نهائي، يعني مش ستايلاتي خالص. طبعا العباية دي مشهورة قوي على اليوتيوب، كل اليوتيوبرز بيلبسوها. وهنا بقى كده المفارش والفوط. وبس كده، مع السلامة.